رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة دي إن شاء الله عز وجل معروفة بالكلام في التوحيد. الحلقة دي معروفة بالكلام في التوحيد، يعني الناس دي ما جات هنا تسمع كلام غير توحيد الله تبارك وتعالى. والناس اللي جاي يتكلموا هنا ما خلوا شغلهم وما خلوا ناس البيت وما خلوا الغداء والحاجات دي بس عشان يجوا يتكلموا في التوحيد، ما عندهم حاجة تاني، ولا راجين قرش من زول ولا راجين سناء من زول. ما دارين زول يقول لنا والله انتوا كويسين وعارفين نقب تقول لنا كويسين، دي حاجة متأكدين منها. مش انت صوفي ولا انصار سنة ولا حزب مجكو كوس اخو مسلم اي حاجة، ما بتقول لنا انتوا كويسين الا تكون زول صاحب عقيدة سليمة. والله زول موحد، عقيدتك في ربنا تبارك وتعالى وحده لا شريك له، بتنادي الله براو وبتسجد لله عز وجل وحده وتسبح له وحده وبتخاف من الله عز وجل براو. عرفت؟ ده اللي بيتكيف وبيتبسط من الكلام في التوحيد. والله واي زول لقيته صار وشو ده اعمل منه حسابك. جاي الحلقه دي قاعد زعلان صار خشمه، جماعه ديل جماعه شنو انت ما نصيح مالك انك معانا شنو؟ داري منا قروش؟ لا. اديناك شاكوش قبل كده؟ لا. مشكلتك معانا شنو صار خشمك؟ والله ديل سبب المشاكل، وانت بيصرت خشمك دي حليت مشكله؟ كذا حليت مشكله انت؟ هذا بكون زعلان. انت زعلان ليه؟ انا بس محتار. الزول اللي هنا بيجي بيزعل. هنا لا قاعدين بنشتم الا شيوخ الصوفيه ديل انصار السنه ولا البدع. عرفت؟ لكن انت ما عارفين اسمك، ولا عرفنا اسمك يا انصار سنه يا مجرم اكان شتمتك. بس خلينا اعرف اسمك، رسلوا في ورقه عليك الله، رسلوا في ورقه وتخارج احسن لك. تخارج. والله جد المحل ده بيعمل لك وجع بطن، والزمن ده الحمامات بتكون قفلت. احسن لك اوعى. ده توحيد ما بيقيف. والله انت شيوخك باعوا القضيه، وانتوا ما عارف الحلقه دي الليله في انصار السنه ولا شنو. شيوخك انت باعوا القضيه بدري. انا كنت ماسك مسجد في مبده هناك محل الشفاته بغادي، ومبدا الحاره 18 بتاع انصار سنه. والله جد اول يوم درجه الصوفيه الجماعه زعلوا، ثاني يوم صوفيه زايد اخوان مسلمين الجماعه زعلوا. لما حسوا الشغله قربت تعرف قربت اخش في الجماعه صار السنه. الشيوخ الكبار الدكاتره قال لي حقيقه المسجد الامام بتاعه جاء وما عنده امام ذاته. والله جد ما عندي امام، ما شفت شري امام من وين ما عارف جابه. ما بترضى الكلام ده يا انصار سنه. الشيوخ بتاعنا قلت لك باعوها بدري. انت مالك مالهم مبارين لاسي؟ انت ما نصيح؟ لازم باري لك دكتور قول لك ده قرا في المدينه، وانت قاعد معاه وقت قرا قول قرا في المدينه. ابن سلول ده قرا وين؟ قرا وين؟ جامعه الخرطوم. ابن سلول قرا وين؟ قرا مع الرسول عليه الصلاه والسلام. والله يد وطلع مشرك منافق. ده ابن سلول ذاته قرا مع الرسول. اوعى تقول لي دكتور وقرا في المدينه. ما بتحل لك المدينه، بيحل لك التوحيد. وين دعوتك للتوحيد؟ وينها؟ صار سنه مجارمه. ديل ضيعوا الدين في السودان كله. انت قاعد تشتغل في الخرطوم براء في نياله. انا مشيت لحد نياله هناك صار سنه باعوا الدين ده بدري. مشيت اتكلمت في التوحيد، تكلمت عن البرعي والتجاني. جاني واحد دكتور يا شيخنا طبعا البرعي ده الناس بتحبه شديد. انا مالي وماله، خجل فلنطاين بعدين بيحبوا شديد وبيحبوا التجاني برضه شديد. فما تتكلم عنهم بالطريقه دي. اطقك في راسك انت مجرم انصار سنه. قوم بالله عليك الله اتكلم في التوحيد. فهمت؟ فاوعى تزعل. ده انصار السنه والصوفي ده موضوع الحلقه دي. او انت قال الليله خليناك يا صوفي يعني انا اتكلمت مع انصار السنه القبالي انصار السنه. قال الله الليله بكون نسى الجماعه جاي يقلبوا الشيخ اصبر. ده معفن كبير مجرم وضيع الدين في البلد دي والدنيا. ورمضان ان شاء الله عز وجل في الاسبوع ده الناس مستقبل رمضان. فاول حاجه صلح العقيده. والله ما عندك عقيده اوعى تباري تقرا لي قران كريم ولا تصلي التراويح. ده كله ابعد لك. مش عقيدتك في البرعي ما لو صليت لو صمت 3 رمضان ثاني بعد رمضان برضه ابعد لك. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت يعني شنو؟ بقي صوفي. هذه كده ده هذه الايه لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله اشركت بالله عز وجل. سمعت كلام البرعي اللي بيجيبوا في التلفزيون في رمضان. قوم يا اخي ناديهم لي. سمعت الكلام ده ناديت رجال الله ديل انت مشرك كافر
خارج عن ملة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يدعو مع الله إلها آخر. الآية دي في رمضان ما بتشتغل يعني؟ هاي في رمضان الآية بتشتغل. ومن يدعو مع الله إلها آخر في رمضان في غير رمضان تنادي غير الله مشرك ولا على كيفك. ومن يدعو مع الله إلها آخر برعي مكاشفي صايم تيم ركيني الياقوت السجمان اللي هناك ده كلهم. ومن يدعو مع الله إلها آخر أي ذل من دون الله تبارك وتعالى. لو ناديت الرسول ناديت الملائكة ناديت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام برضو أنت مشرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وطيب وقت كافرون انت صايم لا شنو؟ صايم لا شنو؟ والله العبري في عينك ومش اكل سايد. وده نجهز العبري والسكر. والله قروش السكر دي يكون لك بقى جداد لانه بعدين في جهنم جداد ما في جداد هناك. الله قال كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى. والله احسن لك يا صوفي توب من الشرك ومن الكفر العلمك لابوك الشيخ البرعي والصايم ديمو والمكاشفي. والله واوعى تزعل من الكلام بتاعنا ده صح وحار هاي لكن حق ولو عندك شك انه ما حق تعال اعمل لك حلقه بيني اوعى تزعل. كنت زعلان الجماعه ده اللي اتكلموا في الشيخ ونتكلم في الشيخ ده موضوعنا اصلا ما بيتغير يعني لو كوركت لو ما كوركت. لكن انت لو عندك حق عندك دين يا صوفي اعمل حلقه بجاي قريبه بجيب لك التصديق انا ده. عمل حلقه بجاي قولوا ان الحمد لله نحمده ونستعينه والجماعه البجاي ديل قالوا وجيب الكتب حقتنا. انا بجيب الكتب حقتك تقدر تجيب كتبنا ويسمى شنو ذات انت عارفها قريتها لقيتها وين يا مسكين الله يهديك عرفتها الدين ده واضح كده. جيب الشنطه دي انا امرق لك كلام جيب لا دقيقه بلدي فيها كفاوي دايره تمشي لقدام فهنا تمشي لقدام بالشرك وبالدين بتاع التصوف ده دي كلها جريدة الدار العدد الاول والعدد الثاني يوم الدار. ده شيخ اللمين انا اقرا لك فوق وحاجات على الطاير لو خشيت لك جوا الزمن بطول. شيخ اللمين قال ده لو زعلوني تاني لو الناس زعلوني بمشي بعمل الطريقه بتاعتي في اوروبا. هذا له والله ماشي اعملها في اوروبا. ده شيخ اللمين نهايته بيبسي حيران وتشيكسي. تعرف حيران وتشيكسي ده في التلفزيون ما غير متوفر. والله حيران وتشيكسي نسوان عديل كده ده تلقاهم بحته النبك هناك سخنا خلاص جوا الفته يا مسكينه ما فتوك هناك الله يهديك. فته بتاع شنو انت ما نصيحه ولا شنو؟ حيران وتشيكسي عديل. اختك انت قال تشيكسي دي منو يعني؟ يقول لك تشيكسي شنو دي بجيرانكم اختك انت لا حيران وتشيكسي واحد يخشك شيخ اللمين تسوق بنتك توديها هناك. البنت دي ممتحنه ودوها للشيخ المبروكه. والله دي لما فيها ان شاء الله عز وجل يفتتها لك صاموله. والله كرنكي ما يخلي لف. بتلعب ولا شنو؟ ده التصوف انت قال التصوف ده شنو؟ قله ادب زايد شرك زايد كذب ثاني ما عندهم حاجه. تعرف حاجه للصوفيه؟ ما عندهم حاجه ثاني غير المزيكا والدلاليك والنطيط. والله جد انت بتعرف لك صوفي احذره جارك صوفي تخارج منه. والله ابوك صوفي انصحه امك صوفيه انصحها. لكن التصوف ما دين بتقابل له ربنا عز وجل. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا. ضل سعيهم يعني هو كان ماشي في طريق باطل صوفي اخو مسلم كوز شعبي وطني ليبي اي طريق فهمت؟ ربنا عز وجل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. عرفت؟ اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه. ده رجب اوريك الاخر وهمه بتاعت الصوفيه جرائد دي ملانه بلاوي. لكن ده البرعي قال الدار دي جريده الدار افشل جريده في العالم. تيس بلد الا في الدار. عرفتها؟ ما عارف غنمايه طلعت من البيت ما جات. ما عندها موضوع دي جريده الدار. وقد خلوا الكلام ده يمشوا للفنانين. نت القلعه تعمل مكياج انا مالي ومالها. عرفتها؟ ورشاخور تالف اغنيه جديده كويس. يوم المرقوا من الكلام ده دارين يتكلموا في الدين ترى بجيبوا الجماعه دي الناس البرعي. وهذا ابيض انت مرقت اخر نت القلعه من البرعي. الله يجد في حسابات احسن نت القلعه من المعفن ده كوكو حليمه ده البرعي ده. قال الدار تواصل التوثيق
للشيخ البرعي والسادة اليعقوباب يسيد نيتك فهمت؟ قال أنا دار أقرأ لك هذا أسطور بس. قال بقلم محمد أحمد عبد الرحمن الله يلمنا فيك: الدار تواصل التوثيق لأهل السلسلة والمعرفة والقرآن والأقطاب الغرقانيين الذين قال فيهم الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا. يقعد فيك جمل يكتم نفسك والله ديل. قال ديل غرقانين الله عز وجل. يا جماعة الآية دي نزلت في الغرقانين. الآية دي ربنا قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بالنسبة لزول البكورك وانا جنو جن البكورك فهمت؟ الحلقة دي عجبك اعمل لايك واقعد، ما عجبك اتخارج طوالي، ما عندنا لك زمن. تقال احنا جايين نحنس فيك يعني قدمنا لك رتاوة جيناك في البيت قلنا لك تعال حضر حلقة مجيت براك. هسه السوق العربي ده فيه كم شارع؟ كم غير الكوبري ده؟ بهناك بتطلع، بتحت بتطلع، بفوق بتطلع. انت ما لقيت الا الحته دي جيت وقفتها. ما تصوم خشمك يا كافي البلا يا بصلعه، صوم خشمك ما نقبل فيك يا اخي ثاني صلعتك دي ما بتقوم والله جد. انت ده قال الذين قال فيهم الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. مشوا قدام جابوا قال دكتور الترابي. والله ديل جفت غير الكفار ما بيجيبوا له زول والله جد. برع الترابي واحدهم طبعا. انت ده الترابي قال دكتور الترابي والاستاذ احمد البلال ذكريات ومواقف لو كنت المسؤول. كلام عجيب جدا جدا. اتكلم جوا ومدح الترابي، والترابي ده خليه منه، ده واحد كافر مجرم خارج عن دين النبي عليه الصلاة والسلام. الترابي ده استهزأ بالرسول، انكر نزول عيسى، انكر عذاب القبر، انكر سدرة المنتهى، ما خال حاجة في الدين الا انكرها. المدعو الترابي دكتور الترابي ده مقدس عند جريدة الدار، فدي افشل جريدة حرام تشتري الدار دي تقراها حرام والله. اكلمك النصيحة، اوعك تضيع زمنك مع ناس الدار وغيرها من الجرايد انت. فلو دار تصوم رمضان ده والله عز وجل يقبلوا منك. صلح عقيدتك دي وتوب من اي منهج منحرف ومن اي عقيدة باطلة في بشر، في ولي، في نبي، في ملك. كل المخلوقات لا يعتقد فيها، بل كل الاعتقاد يكون لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتتواصل الحلقة إن شاء الله عز وجل مع الشيخ الأستاذ أبو بكر أدب.